ما هو انا ما اعملش الجمال ده واسيبه كده يمر مرور الكرام. لازم اوثقه خطوة بخطوة عشان اوريكم احلى طاجن بامية براني من غير صلصة. خفيف جدا وبتكات وتركات سهلة وبسيطة خالص وخطوات بسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة. سموا الله وصلوا على الرسول ويلا بينا نشوف هنعمل البامية البراني من غير صلصة ازاي. اول حاجة عندي هنا معلقه توم، عليها فلفل احمر وفلفل اخضر حراقين، ومعاهم ليمونه معصور عليهم يعني، وهنزل بيها. نزلنا بيها كده في الحله، هديها تشويحه. مجرد كده التومه تصفر هنزل بالتوابل، الفلفل الاسود والكزبره. انا عايزه اقول لكم الباميه البراني ده يعني كأنه ورث في الصعيد، يعني حاجة أهم حاجة أساسية يعني. بس أنا حابة إن أنا أعملها من غير صلصة النهاردة. هي زي البامية اللي بصلصة عادي، بس أنا يعني في آخر خطوة دي بنحطها في طاجن جوه البوتاجاز، يعني ياخد وش وكده ويتعتق حلو جوه البوتاجاز. بصي يا ستي، واحدة طماطماية مجرد هطعم بيها التومة كده بس. انا مش عايزه فيها صلصه تبان ان هي باميه بصلصه، لا انا مجرد عايزاها باميه براني ساده. يعني الطماطم دي لما تتسبك كده فيها يعني تاخد لون، هتاخد لون خفيف خالص. هنزل بالملح، عارفه مش محتاجه تحطي حتى اي حاجه سكر عشان تكسري الحموضه بتاعت الطماطم، لان فيها الليمون، والليمون ظابطها الصراحه. عندي كيس باميه هنزل بيه وهخليه يتشوح مع خلطه الصلصه اللي احنا عاملينها، اللي هي من غير يعني من غير طماطم، غير طماطميه واحده بس. لما تكوني مفرزه باميه او اي خضار يعني من التلاجة على الحل على طول. طبعا انا كنت مفرزه معاكم الباميه دي، هحط منها هنا، هكمل الكميه اللي انا عايزاها. وعندي تاني بس انا الكيس ده كان عندي من الاول، فحبيت يعني ايه استعمله عشان اخلص يعني. زي ما اتفقنا هنخليها تتشوح كده مع الثوم ومع الطماطم، حاجه بسيطه يعني، حوالي 4-5 دقايق. بصي لقيت طعم الليمون فيها قليل، فهحط ليمون نص واحده. انا عايزه اقول لك طعمها بيبقى حلو قوي وخفيفه من غير بصل، يعني مش تقيله على القولون ولا المعده. انا بحبها قوي، يعني احنا في الصعيد لما بنعملها كده بتبقى حلوه قوي، لان بنحطها في الفرن، كنا بنحطها في الفرن الطين، فكانت لا، الفرن دي كانت بتطلع الطواجن كده، يعني الريحه والطعم والله العظيم، يعني الله يرحمها، ايام كانت زي العسل. انا عندي شوربه فراخ، فهعملها بشوربه الفراخ، فهزود نص مكعب مرقه فراخ، بس نص مكعب بس. بصي حاجه بسيطه خالص بس يطعمها. لما بتديها تشويحه من غير الشوربه بيبقى طعمها حلو، بتعلي التست معاكي. تتشوح مع التومه والطماطمايه. شايفه الزاهيه اللي لونها اخضر الحلو دي اللي انا مفرزاها هنا في البيت، والتانية بسمه، يعني اللي احنا مفرزينها احلى من بسمه نفسها. هبدأ بقى هحط الشوربه.
على فكرة انت ممكن تعمليها بسمنة، ممكن تعمليها بزيت نباتي، زيت ذرة، يعني حاجة يعني براحتك زي ما انت عايزة براحتك. انا عاملاها دلوقتي بزيت نباتي عادي، ان عايزاها خفيفة جدا. الصراحة احنا يعني بنعاني من القولون، فقليل جدا لما بعملها بصلصة. نزود اهو. بس هسيبها تغلي على النار من فوق عشان انا مستعجله عليها. هسيبها تغلي لحد ما تقرب تستوي، وبعد كده هحطها في الفرن. هشغل الشوايه مع الفرن لمده ربع ساعه، هلاقيها استوت وخدت وش كمان، هيبقى حلو قوي. ظبطي ملحك، ظبطي توابلك، كزبره وفلفل اسود، مش اكتر من كده، ما خليها بيور. هي كده خلاص، يعني تعتبر 3/4 سوا. يعني انا عشان النهارده عايزه استعجلت عليها، ففي خلال الربع ساعه كانت بقيت 3/4 سوا. انا هعمل لها بقى طشه. هعمل ايه؟ هنقول دي كده. في الطاجن ده معلقتين او زيت او معلقه سمنه حلوه كده، وهعمل لها طشه. بس لازم يسخن الاول بالماده الدهنيه. بصي، اهم حاجه في الطاجن اللي هو الفخار ده لازم يبقى سخن عشان يديك الطعم بتاع الاكل الحلو. لازم تبقي مسخناه من فوق الاول اهو. انا حطيت التوم، ما تقلقيش، هو يبان ان التوم كتير، التوم مش كتير. هي يعتبر هو المرتين اللي انا حاطه فيهم توم في الاكله كلها تعتبر كانها يعني معلقه توم بالفلفل. معلقه توم انا قسمتها على نصين، يعني معلقه توم وفر. هخليها كده تاخد اللون الاصفر الذهبي. هعمل لها طشه عاديه زي طشه الباميه الصلصه عادي. كزبره، حبه فلفل اسود، ما تكتريش يعني، كزبره نص معلقه، والفلفل الاسود على طرف المعلقه. بص الريحه مع الطاجن الفخار يعني قلب المطبخ. هي ريحه الباميه نفسها حلوه قوي. اعملوها والله، بتتاكل مع لحمه، مع فراخ، مع يوم قرديحي، حبه بتنجان مخلل جنبها، حبه رز بشعريه جنبها برضو، براحتك يعني. حتى لو مفيش لحمه او فراخ جنبها بتتاكل وخفيفه وحلوه، ولا التوم بيتعب القولون ولا بيتعب المعده ولا اي حاجه. يعني لانك حاطه ليمون والثوم يعني على قد كده بيبقى قليل، يعني اكتر من معلقه ما تزوديش عن المعلقه. خلاص اخدت اللون الاصفر. ههدي النار كده عشان ما تتحرقش. هنقولها، امسكها كده، بسم الله. الله على الريحه، الريحه وجمال الريحه. زي ما اتفقنا هي 3/4 سوا. هتغلي بس غلوه كده مع الطاجن. انا عايزه اوريكي حاجه. شايفه لون الصوص بتاعها شوربه، ولا كأن اتحط فيه طماطمايه. الطماطمايه دي اللي احنا حطيناها، واحده الطماطم اللي حطيناها، مجرد ايه بتطعم بس التومه. وخلاص كده هنحطها في الفرن. انا مشغله الفرن مع الشوايه تحت وفوق لمده 10 دقايق تاخد الوش، وهطفي عليها. نسيت اهم حاجه في الموضوع، بس الدنيا اتلحقت. واحدتين كده فلفل فوق منها، وهتدخل الفرن زي ما قلنا لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير تاخد الوش، وهخرجها على درجة حرارة 220. بصي خرجتها خلاص من الفرن، أخدت حوالي 10 دقايق بالظبط.
عايزه اوريكم وشها. بسم الله. بصوا اهي، يا دوبك خدت وش في الفرن وخدت من طعم الطاجن، وادي الصوص بتاعها. يعني انا متاكده ان بالريحه دي طعمها خرافي. بسم الله، هندوق سوا. اتفضلوا معايا الاول. احنا ممكن ناخد من الطاجن عشان الغلبه دي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، طعمها خرافي. طعم الليمون فيها مع الفلفل والثومه الدقه دي موديها في حته سبحان الله، تحفه والله العظيم، تحفه. يا جماعه اعملوا اكلات امهاتنا، والله العظيم ما في احلى من الاكلات دي. يعني بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. انا عايزه اقول لكم الصوص بتاعها لوحده تغمسي بيه كده العيش مش هتشبعي. عايزه لك 4 5 ترغيفه كده حلوين تاكليهم عشان تاكلي صوابعك وراهم برضو. اعمليها مع طبق بتنجان مخلل، مع طبق فلفل كده مخلل، وكلي كده وانتي هتقولي تسلم ايدك يا زوزة.